السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه زياد، كان عايش مع عيلته الجميلة. كانوا بيحبوا بعض جدا وبيقضوا مع بعض أوقات سعيدة. زياد كان كل يوم الصبح بيروح المدرسة وهو نشيط وفرحان، لأنه كان بيحب يروح أوضة الرسم ونفسه يكون فنان. زياد في الفسحة كان على طول ياكل أكله ويروح يقعد يرسم، وبيقضي الوقت كله مع كراسة رسمه وهو سعيد ومبتسم. وفي يوم كان زياد قاعد مع أصحابه وقالوله يوريهم رسوماته، ولما طلعها كلهم انبهروا بيها ما عدا واحد بس من أصحابه. قاله إن مش هو اللي راسم الرسومات دي وبيضحك عليهم. ولما زياد حاول يدافع عن نفسه، الولد ما سابش فرصة يفهمهم، وخلصت الفسحة وطلعوا كلهم بعدها على فصلهم، وزياد كان قاعد حزين ولم كل رسوماته وشالهم في شنطته. وفي آخر اليوم كان عندهم حصة رسم وزياد ما كانش فرحان. لما المدرسة شافته قالت له أنا عمري ما شفتك في الحصة زعلان. زياد قال للمدرسة على اللي حصل مع أصحابه وكلامهم، وإن الولد قاله إنه بيكذب وإن دول مش رسوماته اللي رسمهم. قال لها إنه ملحقش يدافع عن نفسه وإنه متضايق منهم، لأنه أصحابه كان شكلهم مصدقين كلام الولد التاني. المدرسة قالت له أنا فاهمة سبب زعلك، لكن خليك واثق في نفسك ومش لازم تبرر لهم كلام صاحبك، لكن ممكن تثبت لهم برسمك. وطلبت وقتها من كل الفصل يرسموا رسمة ويعرضوها، وأحلى رسمة في الفصل هياخدوها وعلى الحيطة يعلقوها. زياد بدأ يرسم وكان مبدع وفنان كالعادة، ورسم رسمة جميلة ألوانها مظبوطة ومتناسقة مع بعضها وكل تفاصيلها لطيفة. ولما خلصت الحصة زياد رسمته كانت أحلى رسمة في فصله، والمدرسة طلبت منهم يسقفوله وعلقوها على الحيطة باسمه. وقتها زياد بص على الولد اللي ضايقه ولقاه قاعد متغاظ منه، ملامحه كلها كانت متضايقة عشان زياد أثبت لأصحابه عكس كلامه. وبعدها المدرسة قالت لزياد يخليه دايما واثق في قدراته وما يسمحش لحد يقلل منه ولا يكون سبب ضيق في حياته. وكمان قالت له ما يحاولش يتكلم عن نفسه وعن شطارته كتير، بالعكس يخلي شغله وتميزه هما اللي يتكلموا عنه بشكل كبير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.